يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، او مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. لو هتشوفوني الصبح صباح الورد، وهتشوفوني بالليل مساء الورد. شفت السجادة بتاعتنا الجميلة ديت؟ احنا بنعمل اعادة تدوير للجنس اللي عندنا القديم اللي في البيت. تمام كده، انا طلعت منه سجادة جميلة جدا. طبعا احنا كلنا مش مختلفين، ان احنا عندنا دايما بيبقى عندنا بناطيل جينز استهلكت وخلاص هتترمى. فانا فكرت في الفكرة ديت، بصراحة فكرة جميلة جدا ومجدية. وانا هخلص السجادة وهوريها لكم وهوريكم انا عملت ايه، الخطوات اللي انا عملتها. وعموما الخياطة في السجادة ده بايديا زي ما انتم شايفين كده. المكنة عندي مش شغالة، فانا قلت برضك اعرفهم ان انا عملتها بايديا، علشان ناس كتير ما يقولوش ان انتي عندك مكنة وهي ساعدتك في الخياطة. لا اطلاقا، انا عملتها على ايدي وهوريكم كل الخطوات. يلا خليكم معايا. يلا هنقول بسم الله ونشوف البناطيل بتاعتنا. انا عندي مجموعة بناطيل. هي مش قديمة، يعني عموما الجنس ما بيقدمش، فاهمني؟ هي ممكن يكون الموديل بتاعها مثلا عدى عليه وقت. ممكن يكون في قطعة من الحجر. ممكن مثلا ضاقت على الاولاد كده. فانا جمعت كل البناطيل زي ما انتوا شايفين. انا عندي كمية محترمة وعندي لسه كمية تانية. فانا هستعملها كلها. اول حاجه جبت بنطلون معاكم وهوريكم انا هقصه ازاي وهخرج منه الشرايط ايه للبنطلون ازاي. ولازم توته تعدي قدامي وتتعبني، التوته دي متعبه قوي يعني. المهم خلينا في البنطلون احسن. اول حاجه هجيب البنطلون، هتخلص من الجناب لان الجناب شديده جدا جدا وبتبقى متعبه. عموما في الخياطة انا مش هحتاجها، تمام كده. فانا هخلعها كلها، هخلع كل الجناب ديت. وطبعا اللي هي الخياطة اللي في الرجل من تحت هقصها وهخرج. المهم ان يعني هخلي كل البنطلون عبارة عن قماش، تمام كده. هوريكم معايا وهنشوف احنا هنقص البنطلون ازاي، وهنشوف احنا هنعمل شرايط ازاي. انا كده خرجت كل الخياطة اللي هي جامدة، وطبقت فتحت البنطلون الرجلين الاتنين على بعض. وهفتح ايه كل رجل الخياطة اللي هي في الجنب، علشان كل رجل تطلع لي قطعتين، تمام كده. هقص البنطلون وهتخلص من طبعا الخياطة الجامدة زي ما انتوا شايفين جامدة جدا. هقص طبعا من تحت الجيوب لان انا عايزة القطع عندي متساوية وما فيهاش طبعا اي حاجات جامدة في الخياطة، تمام كده اهو قدامكم. هفتح الرجل التانية، هي جامدة عليا، هفتحها بالمقص. طبعا كل شغل يدوي فيها. ما استعملتش اي مكنه ولا استعملت اي حاجه زي ما انا قلت لكم، علشان ما تقولوش ان انا المكنه سهلت عليا والكلام ده. انا خلصت الرجل، طبقتها هيت، يعني انا طبقت الرجل 4 طبقات. هتخلص بقى من كل، هفتحها من الجنب ده وهتخلص من الزيادات علشان تبقى عندي القطعه مستقيمه، تمام كده. انا بحاول اقرب لكم الفكره وانا عارفه ان انتوا شاطرين يعني ما شاء الله، فهتوصل لكم بسهوله ان شاء الله. انا هخيطها اهوت وهفتحها 4 قطع، يعني الرجل هما 2، لا انا هفتحها 4 قطع. تعالوا بقى معايا شوفوا بقى. انا عملت البنطلون طلع 8 قطع معايا. هي واصله لكم الفكره؟ اللي طبعا اللي واقف قدامه اي حاجه ممكن يسالني في الكومنتات وانا هجاوب عليه. البنطلون عندي طلع 8 قطع، وانا على ما يعني على قد ما قدرت خليت القطع ايه متساويه، علشان انا لسه هطبقها واخيطها زي ما انتوا شايفين كده بوريها لكم. تطلع عندي شريط شكله حلو وشكله ايه شيك، يعني شكله ايه ما فيهوش مثلا حاجه خارجه منه رتوش يعني خيوط اي حاجه. لا انا هعمله كده وهخيطه قدامكم بايدي عشان بردك للتاكيد. والله انا ما استعملتش اي مكنه في الموضوع دوت. ايه كل ده خياطه ايه يدويه. انتوا فاكرين زمان ايام جدي وجدتكم والناس دول كانوا يمسكوا القماش عندنا ويقطعوه شرايط ويلفوه كرة كبيرة ويودوه المصنع يعمل لنا ايه
مشايات كانت قبل السجاجيد طبعا دي ما تنتشر. فديت بقى ايه، دي عودة للطبيعة، عودة لتدوير الحاجة ما نقطعهاش. انا طبعا قطعت كل الكمية اللي عندي وعملتها الدايرة دي زي ما انتوا شايفين، هي لسه منتشة عشان ما اتطبقتش. انا طبعا هطبقها وهوريها لكم. انا بختصر الفيديو، لا هو طول معايا بجد. تمام كده. انا خيطت ال الكميه اللي انا وريتها لكم اهيت، طبقتها وخيطتها ولفتها. انا بحب النظام في الشغل طبعا، فانا خيطتها زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى وعملت مجموعة تانية. المجموعة التانية هي بصراحة مجموعة ألوان للبناطيل تدخلت مع بعضها، فخلت شكل المشاية أو السجادة شكلها ايه، جميل جدا. طبعا الكمية ديت مش كل البناطيل، انا وريت جزء ايه معين. انا عايزة اوصل لكم الفكرة اللي انا هعملها. انا هعمل شريط، انا عملت كل الشرايط مقاس واحد. تمام كده. هي في النهاية كبرت معايا وطولت، وزودت كل الشرايط ديت. عشان ما تسألوش الشرايط ديت المقاس بتاعها كام، لا هي ملهاش مقاس معين، هي تبع اللي موجود قدامك انتي بتظبطيه. اهو انا بوريكم الفكرة ان انا هخيط يعني هحط شريطة اخيط شرايط بالطول، وبعدين يعني يعني الشرايط جنب بعضها بالطول. تمام كده. وهخيط بالعرض وهخليها ايه، خلف خلاف. شفتوا؟ دي الطريقة بتاعتي، هخليها ايه، خلف خلاف. حلو كده. يعني هي بدايتها كانت صعبة، بس اول ما بدأت تركيب الشرايط اللي بالطول خلاص هي ركبت، الشرايط اللي بالعرض مشت الموضوع معايا ايه، بسهولة. بس انا بوريكم ايه الفكرة. انا هبدأ السجادة وهوريها لكم. انا بدأتها اهوت زي ما انتم شايفين قدامي. تداخل الالوان الجنس الفاتح والبني والالوان الجنس وكل دوت. انا هوريكم نهاية السجادة معايا. هي خدت وقت مني، بس الصبر بيطلع حاجات جميلة. شوفوا كل ده نهايتها. طبعا الشرايط هنا الطول بتاعها خلص. تمام كده. ولسه عندي شرايط، فانا رحت مطولة كل شريط ورحت مكملة بيه ايه، يعني كل شريط من الشرايط الطولية دي انا طولتها. طولت كل الشرايط الطولية دي علشان انا بركب بالعرض. في العرض عندي كان راكب زي ما انتم شايفين كده، لكن الشرايط الطولية ديت انا ايه، طولتها. شوفوا فيها قصيرة اهوت. هي طلعت مني، كبرت مني يعني. بس بصراحة هي فكرة بسيطة وفكرة جميلة جدا جدا جدا. هخلصها واوريها لكم. شوفوا بقى انا خلصتها. يعني بجد هو الفيديو تقريبا 8 دقايق ونص، بس هي حرفيا اخدت وقت مني جامد. شوفوا الجمال بقى وشوفوا شكلها جميل جدا جدا والله. هي حلوة، تستعمل في حاجات كتير، سجادة، مشاية، اي حاجة. لو ايه عجبتكم رأيكم في الفكرة الجمال ده؟ بتاعتي وعجبتكم المشاية بتاعتي او السجادة بتاعتي، اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. متنسونيش